السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل الكحك على السخن. انا بعمله كل سنة على السخن وشوفوا النتيجة وجربوها معايا. هنا مقادير 2 كيلو، بس انا هقول لكم على مقادير الكيلو. معايا هنا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، ذرة ملح، 3 كوب سمن، بحط 2 بلدي وواحد سمنة علب عادي، ونص كيس بيكنج باودر، معلقة ممسوحة يعني، وقطعة خميرة، معلقة سكر كبيرة، ربع كوباية مية دافية عشان الخميرة، ومعلقة ريحة كحك ممسوحة برضو. معايا هنا كوباية مية، هشوف على قد الدقيق زي ما ياخد معايا. انا هنا بنخل الدقيق، وزي ما قلت لكم انا عاملة هنا مقدارين. حطيت هنا ذرة ملح، انا هكتب لكم برضو المقادير تحت الفيديو. وحطيت معلقة البيكنج باودر، ما تكتريش عشان الرسمه منك ما تروحش، ولا الخميره برضو كتريها. حطيت هنا معلقه ريحه كحك، واللي عايز يحط سمسم يحط. انا هنا مش بحط سمسم، انا متعوده كل سنه، يعني متعوده 23 سنه ما احط السمسم، انا مش كبيره قوي برضو. معايا هنا ربع كوبايه ميه، والمفروض انزل بمعلقه سكر كبيره، وهنزل عليها هنا بقطعة خميرة قد عين الجمل. ما تكتريش الخميرة علشان الرسمة منك ما تروحش، وتفضل الكحكة محتفظة بالرسمة بتاعتها. بدوبها هنا كده في المية الدافية، وهسيبها على جنب، وهبتدي اشتغل في الكحك. هبتدي ان السمنة مسيحاها معايا، وزي ما قلت لكم انا بحط 3 كوب سمن على الكيلو، بحط 2 بلدي، وبحط واحدة سمنة من العلب عادي. فهنا انا عاملة الكحك هنا على السخن، يعني هنا انا مسخنة السمنة مقدوحة يعني معايا، وبنزل بيها بالكوبايات اللي انا قايله لكم عليها. وانا زي ما قلت لكم هتديكم نفس النتيجه وطعم البلدي، طالما انا حاطه 2 بلدي وواحده من العلب الفرن، او اي علبه تعجبك في الدنيا، او اي سمنه اشتغلي بيها. هبتدي ابس في الكحك حلو قوي. اشتغلي وبسي يعني ما تتعبيش، عشان هو دوت اللي هيطلع لك الكحكايه حلوه. البس ما تزهقيش، بس كده ربع ساعه 10 دقايق لغاية لما العجينة كمان تدفى معايا وتروح منها سخونية خالص، عشان ابتدي انزل بالخميرة، عشان ما ينفعش انزل بالخميرة والعجينة هنا معايا سخنة. كده خلاص يعتبر العجينة خلاص بردت معايا خالص، وبستها حلو قوي. فبقى اتأكد وبقلب السكر كويس قوي في الخميرة، وهنزل عليه على الكحك. الكحك هنا هلمه بنص كوباية مية، وعلى حسب عجين كل واحد. انا هنا حطيت كوباية الا ربع مية دافية، على حسب برضو نوع الدقيق ما ياخد معايا. كل دقيق مختلف عن التاني فعلا، كل سنة بشتغل بنوع تاني. بس هنا بنزل بالكوباية الا ربع، حبة حبة، وهم خدوها فعلا مني. كوباية الا ربع ومعلقتين كمان لغاية ما اتلمت معايا العجينة. ما تحاوليش تعجني كتير عشان هنا ما يعملش معايا عرق. وبعدين الكحك على السخن هنا بيعيش اكتر من الكحك على البارد، وانا بقولت لكم خبرة سنين. انا ما كتريش كمان السوائل علشان الكحك ما ينشفش منك، على حسب ما تتلم العجينة ولمي على طول. انا هنا خلصت معايا وريحتها 10 دقايق، 10 دقايق بس. وهبتدي شكلي زي ما انتي عايزة، اعملي بالمنقاش، اعملي بالقالب، اعملي زي ما تعملي وزي ما بتحبي. انا جايبه هنا ملبن فيه حاشيه بالعين الجمل، وفيه هنا ساده. دعكته هنا بمعلقه سمنه بلدي وكورتهم عشان ما ياخدوش مني وقت. وهنا بشكل هعمل صينيه، اعملي صينيه حشو، صينيه ساده. وهنا خلصت معايا الكحك، اعملي بالقالب زي ما بقولك. عندك هنا اللي هو البصامه برضو حلوه. عملت هنا برضو كام صينيه بصامه، وعملت كله هنا بالمنقاش. بصوا زي ما انتوا شايفين ان الكحك خلص معايا. سويته على نار متوسطة عشان تكون الكحكاية حلوة وناعمة وطالعة هشة جدا. البيكنج باودر بيديها هشة برضو. وقلت لك بصي ما تكتريش في الخميرة ولا البيكنج باودر، عشان الكحكة تطلع معاكي هشة ومحتفظة بالرسمة بتاعتها. واللي اول مرة يشوف القناة يدوس لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس، ويا ريت تجربوه واستنوني في فيديوهات جديدة. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.